السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا اليوم شرحنا عن الكلاشينكوف تبوك، ومثل ما طلبوا احد المتابعين انه نسوي شرح دقيق عنها، زين، ونشرح عن كتب ميزاتها وشنو الميزات اللي تختلف عن باقي فئتها من الكلاشينكوف، زين. قبل ان نبدي الشرح نتاكد من خلو السلاح من بيت، من اطلاقه من بيت النار. مثل ما تشوفون السلاح خالي من اول ناحيه، زين. اخوان، طبعا هذه دخلت للعراق بالثمانينات من شركة أو مستنسخة من شركة كلاشينكوف زازدافا M70، أوكي، اللي هي من أرقى شركات كلاشينكوف. طبعا اجتي مستنسخات أكثر من أسلحة، الجراكنوف السنايبر والRPK القدس وكثير من الأسلحة، وكو مثلها اللي اسمها فرخ تبوك، اللي هي من النوادر اللي هي تكون مقصرة من هذه التليفون. هذه طبعا تمتاز بميزات أخرى ربما البعض يجهلها وما عنده فد معلومة عليها. اخوان، الكلاشينكوف تمتاز بشعيرة مضيئة ليلية مسمى بالنايت فيجن، اوكي، وتمتاز ايضا بهذه الفوهة لاغلاق انبوبة الغاز، يعني حين ما يتركب الصاروخ الفاز بهذه الطريقة اللي اسمه TRH، اوكي، يتركب هنا، وايضا اطلاقه خلب، فيخلون اطلاقه خلب هنا ويرفع هذا، فيكون هاي بريشر اللي يكون يوصل للاطلاقه فقط، يعني حتى يكون كميه البارود ينطلق للفوهة حتى ينطلق الصاروخ اللي هو يوجد به صعب. اخوان، ميزات التبوك اللي هي مستنسخه من M70، ميزاتها بالقنص بالمناطق اللي تسمى حضريه. انا ما احكي يعني كلام اجتهاد شخصي، المناطق الحضريه اللي تكون يعني احد قواعد الاشتباك، المناطق اللي تحتوي على جسور، مناطق تكون مدينه خلينا نقول داخل شوارع، يعني حرب شوارع وهي شيء الله يكفيكم الشر، زين. فتمتاز بعده امور، من ناحيه انه ترى بالمناسبه ان شاء الله راح انزل شرح بخصوص الدراكونوف هو ترى احد مناطق القنص للمشاة، اوكي، لان يعني عاده البندقيه القنص تجي اطلاقه او يجي مثل نظام البرنو اطلاقه، من هذه الامور حتى تكون كميه الهاي بريشر للاطلاقه. الدراكونوف هو يرمي مفرد، زين، هذا يسمونها بندقيه مشاة للمسافات البعيده. فمن سووا دراكونوف الميزات اللي ضافوها بالوضعات، قالوا احنا انه لازم انه نسوي دراكونوف كلش طويله بالاشتباك القريب او مداهمات، قالوا راح نسوي ميزات بالتبوك، زين، مثل اللي موجوده بالدراكونوف، انه يكون مال مشاة وبنفس الوقت تعطي مسافات اعلى. لذلك اكو ناس انتقدوا كلش وبالشارع العراقي وكل الشرق الاوسط يقول لك انه التبوك والM70 لا تحتوي على طلاء كروم بالسبطانه، وبسبب هذا تحمي بسرعه، وبسبب هذا اللي يقول لك ترمي شاجورين وتقوم، سوري معذره على هذا اللفظ، يقول لك انه الاطلاقات تقوم تتفل او تقوم ما تجيب الدقه. لا، هذا شيء جدا خاطئ. عاده اسلحه القنص لا تحتوي على طلاء كروم بالسبطانه، سبب الدقه لان طلاء كروم من يكون بالسبطانه فراح ياخذ مساحه، يجيب لك دقه بس مو الدقه اللي انت ببالك، اوكي، الا شخص يكون محترف 100% ويكون يعرف الزوايا. يعني اليوم انا هسه عندي كمثال، عندي بندقيه خلينا نقول روسيه او ازماش، اي نوع من البنادق اللي بيها طلاء كروم، يجيب لك بالدقه، لكن هو يعرف الزوايا اللي موجوده بالسلاح، لذلك فيجيب لك الدقه. فهذه تعتبر من البنادق اللي مداها ابعد دقه اكثر، يعني البديل الثاني لدراغونوف. فالبعض يستهينون بها ميزات كثيره حقيقه اخوان. يعني اليوم انا هسه استخدمها كقناص، وانا شخصيا جربتها على 600 الى 700 متر، 600 متر جابت لي اياها بالدقه، اوكي. اليوم انا اذا استخدمها كقنص، خلينا نقول انه هذا المخزن الصغير، زين، اوكلها طلقه، افتح هذا الثاني اللي قياس، اوكي، مال الارتفاع اللي من يطلق الصاروخ، زين، انا هذا ممكن استخدمه كقنص، اوكي. اليوم انا وكلت الطلقه على سبيل المثال، زين، اريد اقنص على فد مسافه، ما اريد باقي الاجزاء ترجع، لانه من يصير اطلاق نار الاجزاء ترجع فيصير اهتزاز. فمن اسد المغلق، انبوبه الغاز، راح يكون كميه البريشر
لانه مثل ما قلت لكم او شارح لكم الكلاشينكوف مخلين نسبه بارود حتى يرجع باقي الاجزاء، اوكي. فهذا هم ياخذ كميه برشر اقل، فانا اليوم اذا اسد كميه البرشر راح تعطي مدى ابعد. عرفت شلون؟ يعني اليوم انا اطلق اطلاقه واحده اخلي بها اطلاقه وارفع هذا مال اللي يرجع الغاز او الغاز للاجزاء، فراح تكون كميه البرشر اكثر للاطلاقه. زين، اليوم انا اريد اطلق راح توصل لمدى كلش ابعد، وممكن تضاهي باقي الكلاشينكوفات مثل الروسي والكذا. نسبة الحديد اللي بيها كمية حديد هواية صح، من ناحية سلبياتها انه كمية الحديد كلش بيها هواية. دائما هسه اكو الاي كي 47 الاي كي 47 ضايفين بيها حديد هواية، بعدين من نزلت ال 74 قللوا سماكة الحديد. يعني شلون مثلا هي موضوع حماوة، يقول لك هسه هاي الحديد كمية الحديد بيها هواية زين، من تحمى ما تبرد بسرعة، فمن سووا التحديث مال ال 74 الاي كي ال 74 قللوا الحديد، يعني السمك مال الحديد، نوعية الحديد كذا، هذه الامور. يقول لك اني هذا من ترمي هواية تحمى بسرعة وتبرد بسرعة من هذه الامور، لكن هذه بها كمية الحديد لا يوصف، يعني نوع الحديد وسماكته وكل شيء زين. فهي هذا الممتاز بيه انه هي يعني ككومباكت كلش راقيه، سلاح كلش راقي، رميت فيه يعني بالارتداد وبيها امور كثيره. طبعا هواي يستخدمونها مثل السبيشال فورسز وقوات اخرى يعني تستخدمها من القوات الخاصه اللي تمتاز عده امور بيها. فهذه الزستافه الام 70 او بالعراق صار تجميعها تسمى تحت تبوك، واللي موجود طبعا عندي شخص من اليمن قال لي انتم تحجون بالتبوك وتحجون بهذه الاسلحه زين. احنا هذه الاسلحه ما نحبها لانه اسلحه قديمه. حاب اقول لك ترى احنا عندنا احدث الاسلحه اللي موجوده هنا، لكن هذا يمتاز بها تراثنا وبها ذكريات كثيره، اوكي. حابب انه اعمرها حقيقه لان شامرها واغراض ما مهتم لها، فانكسرت عند القبضه وفوق غراض مثل ما شرحت ثاني زين. فان شاء الله الفيديو القادم راح يكون شرح عن الدراغونوف، وراح نطلع للرينج وراح نطلق عده اطلاقات عيارات ناريه، اوكي. ادعموني بتعليقاتكم الجميله، لايك، اشتراك، حياكم الله.